السلام عليكم يا اغلى واحلى متتبعين. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه وسلامه ان شاء الله وعافيه ان شاء الله يا ربي. كنتمنى تكونوا توحشوني كيف توحشتكم صراحه. غيبت عليكم شويه. كيكون واحد الخمول ورا العيد وواحد العيا وهذا. المهم كيف كتشوفوا معايا في هذا الفيديو غنشارك معكم واحد العراضه درتها لواحد السيده عزيزه على قلبي من العائله وجات عندي وكبرات بيا، وبغيت نشارك معكم المراحل ديال العراضه كيفاش دازوا، شنو وجدت شنو حضرت. كنتمنى الفيديو يعجبكم. اولا بسم الله على بركه الله غادي نبدا بالكوتي هو الاول بديتو عليه حيت في الصباح هو الاول. هنا غنشارك معكم بريوش صراحه عجنتو هذا لان مشاركه معكم من قبل العجينه ديال البريوش. درت كاسونس ديال الحليب، كاسونس ديال المدافي، معلقه ونص ديال الخميره، معلقه كبيره وجوج معالق ديال السكر سنيده وواحد الكاس ديال الدقيق. خلطتهم خليتهم يخمروا، من بعد ضفت عليهم واحد 4 كاس ديال الزيت، شويه ديال الفاني، واحد الخماره صافي. وعجنت تقريبا هزت ليا شي 600 غرام ديال الطحين. خليت العجينه شويه مرخوفه وغطيت عليها وخليتها خمرات. كيف كنقول لكم دائما السر ديال النجاح ديال البريوش هو في الوقت اللي تنعطيوه تيخمر. هنا قسمته غادي ندير يعني غنوع. انا غادي ندير الشهده هي الاولى، درت كويرات صغار تنعمرهم بالشوكولات وغادي نديرهم في واحد المول اللي دهنته بالزبده كيف شفتوا معايا. من بعد غادي ندير شويه ديال الشناك، غادي ندير شويه ديال بريوش اللي مزيان بالكريم باتيسير، غادي واحد شويه ديال ميني باغيت معمراهم حتى هما كريم باتيسير، ودرت ليه واحد شويه ديال الكاكاو بودر وشويه الشكلاط. كيف قلت لكم غادي نوع شكيلات. انا كنحاول انني نصيب داكشي في البيت احسن من انني نشري من الباتيسري ولا هذا. هنا كيف كتشوفوا معايا هني الشنيك دهنتها بكريم باتيسير، درت لها شويه زبيب شويه بيبي شوكولا. من بعد ما كملت الكوتي في الطياب صيبت لي كيك لي بوب كيك وهذا. هنا البنات غادي نشارك معكم الطريقه باش كنرقد انا القتبان ديال الهبره. درت واحد البصله كبيره مشلده شلتها في الهاشوار، وهنا غادي ندير واحد المعلقه ديال القزبر ومعدنوس، هذا اللي كنت شاركت معكم في التحضيرات ديال العيد. كنصايبو دائما تندير ليه الزيت وتنخليه عندي في الثلاجه لتحت. درت واحد المعلقه اللي هي كبيره. هنايا البنات غادي ندير العطريه ديال القطبان كنت شاركتها معكم حتى هي ديال اللحم. كيف كتشوفوا غادي ندير واحد تقريبا 2 معالق صغار ديال العطريه. من بعد ما قطعت انا الهبره يعني كنقطعوها طريفات ما تيكونوش صغار بزاف. هنا درت واحد المعلقه ديال الكمون. بالنسبه للهبره تنخليها في كونجيلاتور صحيحه حتى ديكونجلا عاد باش كنقطعها مربعات صغيره. هنا درت شويه ديال القزبر حبوب حتى هو شي معلقه ونص تقريبا. بالنسبه للمعلقه تندير بالمعلقه صغيره. وهنا درت معلقه ديال الملح، وهنايا درت واحد شويه راس معلقه ديال البزار. صراحه هاد الترقيده هذه كيجي بها لذيذ وتيجي كيجيو القضبان فتيين. درت هنا واحد المعلقه صغيره ما عمراش ديال سكينجبير. وهنا غادي ندير التحميره فيهم، ما غنديرش التحميره العاديه، هذه كتعطي واحد لوغو زوين للقضبان وكتعطيهم داك لوغو ديال الفيمي. هنا غادي ندير تقريبا واحد المعلقه ونص ديال الخل ولا معلقه كيف كتشوفوا معايا. وغادي نخلط هاد الشرموله هذه مزيان. هادشي اللي تندير انايا في الشرموله ديال القضبان، وصراحه تيجيو فتيين وتيجيو لذاذ البنات. هنا ضفت واحد شويه ديال التحميره زدت مازال جاني اللون ماشي يعني باقي خاصها شويه. غادي نخلط هادشي كامل بطبيعه الحال. ايدينا تيكونوا نقيين وضفيراتنا تيكونوا مقطعين ونقيين الا بغينا نشرملوا اللحم بيدينا. الا ما كانش كان عندنا الضفار ولا هذا تنديروا ليغوم صافي. هنايا البنات من بعد ما قطعت كيف كتشوفوا معايا هذيك اللحم ديال الهبره كامل غادي نشرملو مزيان. ضروري تيبغي ندعكوه بايدينا مزيان، هذه الخطوه ضروري منها باش كتشرب لينا ديك الهبره وكتمتزج لينا بدوك العطريه وديك البصله والربيع وهذا. من بعد غادي نضيف عليها الكوتليت حتى هو تنشرملو مع الهبره حتى هي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. وغادي نشرمل كلشي وغادي نغطيه. يعني هنايا من بعد ما كملت يعني البريباراسيون ديال الكوتي كنت جابده الهبره كتفك من قبل وخليتها غطيتها ودرتها في الثلاجه وخليتها. غادي نخليها هنا البنات. غادي ندوزو بالنسبه للشلاضه حتى هي مشاركتهاش معكم، راكم عارفين مع التصويره وايدي بوحدي وهذا ما قدرتش نصور كلشي المراحل. سلقت شويه ديال الرز من بعد ما غسلته مزيان من نشا ودرت معاه معلقه ديال الزبده شويه الملح درتو تسلق. درت معاه شويه ديال الطون شويه ديال المايز شويه ديال كاشير محكوك شويه ديال الزيتون حتى هوايا صافي. وتنخلطو بشويه ديال المايونيز اللي صوبتو حتى هو في الدار. وهنا بنات سلقت شويه ديال الخضره كاين اللي بخرتها بحال الخيزو بخرته. سلقت شويه ديال البطاطا بخرت شويه ديال الشو بغيكسيل حتى هو. وسلقت الباربه قطعت شويه ديال الخيار كيف كتشوفوا. زينت شويه بالطوماط سوريز وشويه بالشو بغيكسيل. وهنا البنات كنت دهنت المول ديالي بشويه ديال الزيت
ودرت ليه داك الروز وضغطته مزيان مزيان، كتضغطوا عليه مزيان باش كيشد لا فورم ديال المول. من بعد فرشت الخص كامل على هذاك على المول عاد باش قلبت، يعني الخص ما فرشتوش في البلا، فرشته في الفوق ديال المول باش ملي تنقلب تيجيني مقاد هكا مفرش لهذا الروز هذا. صافي غادي نحط البلا ديالي وسط من التبصيل. من بعد ما غنزينو حتى هو، غنزينو شويه بشويه ديال لادانت، فيلي ديال جامبون ديال لادانت، وغادي نزينو بشويه ديال البيض ديال السمان، شويه سوريز. وهذا هنا غادي ندوزو للتحليه البنات. بالنسبه للتحليه غادي ندير فلون. هنا البنات خديت اطرونس ديال الحليب، غادي ندير نص سيترو وغنضيف النص ديالو، يعني كاس ونص ديال العنبه هنا، يعني كنضيف نص سيترو ديال الحليب والنصف ديال النصف الاخر. ضفت هنايا ساشي ديال فلون ديال الشوكولات كيف كتشوفوا معايا، وغنضيف ساشي ديال الكاكاو بودغ حتى هو ديال الكاكاو كيف كتشوفوا معايا، حيت هاد الطبقه هذه بغيت فلون بالكاكاو. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان باش كتعطيني النكهه. الا بغيتو ما بغيتوش ما كاينلاش. هنا درت تقريبا واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. صافي درت هنايا واحد الكاس ديال السكر سنيده كيف كتشوفوا في هذه الكاسرونه، وخليته تيذوب على اساس باش بغيت انايا هذا الكراميل باش نفرشو في المول. هنا بنات ضفت واحد المعلقه ديال النشا كيف كتشوفوا. وبالنسبه للقهوه سريعه الذوبان يلا غنضيفها معكم، اللي بغى يستغنى عليها ما كاينلاش. صافي هنا من بعد ما داب ليا الكراميل ديالي كيف كتشوفوا، درت غير كاس ديال السكر سنيده وخليته كيذوب في كاسرونه، ما درت ليه حتى شي حاجه. غادي يذوب هنا مزيان. وكسرونه راه الحليب ديالي مع العناصر الاخرى تطربتهم مزيان، عاد شعلت عليهم النار باش ما كتكورش ليا ديك النشا. من بعد ما وجد ليا الكراميل خديت المول ديالي وغادي نلبسو بهذا الكراميل كامل مزيان على هذا الشكل هذا، باش من تنقلب داك الفلون ديالي تيكون الطبقه اللي الفوق هي داك الكراميل وتيجي مطريه يجي لذيذ به. صافي هنايا البنات غادي نلبس المول ديالي كيف كتشوفوا بداك الكراميل وتردوا البال لانه تيكون صغير تيكون سخون. هنا راه كان غادي يقطر عليا وهو كيكون سخون بزاف تيكون خطر تردوا معاه البال. من بعد ما غنلبس هذا المول بالكراميل كامل غنحطو. صراحه انايا مع تدعقت في الوقت وهذا درت واحد الخطا، انا كان خصني نسبق الفلون اللي بالفاني هو الاول، كان غيكون هو الطبقه التحتانيه باش كيجي الكراميل باين وفي نفس الوقت يجي فيه تزيين باين، ولكن نسيت ودرت ديال الكاكاو هو الاول، ولكن ماشي مشكل كلشي زوين خايب غير ما كاينش. صافي كيف كتشوفوا معايا هنا راه غادي ندير فلون غادي نصبو في المول من بعد ما داك الكراميل جمد، وغادي نديرو في الثلاجه يبرد شويه. ضروري هذا الفلون ماشي تنهزوه من النار تنكبوه في المول، كنخليوه واحد شويه حتى كيبرد شويه. من بعد ما درتو في الثلاجه يبرد شويه درت ديك القطبان عمرتهم هكا، دوك البغوشيط ديال العود عمرتهم بالهبره ودرت عليهم داك الكوتليت وغلفت كلشي، وخديت حتى البصله ومطيشه قطعتهم دواور هما والفلفله، غلفت كلشي ودرتو في الثلاجه باش يعطيني وقت. هنا غادي ندوز نصاوب الطبقه الثانيه. من بعد ما بردات لي الطبقه الاولى ضروري كنتسناوها تبرد على الاقل نص ساعه في الثلاجه. خديت نص لتر الحليب وضفت عليه النصف ديال النصف الاخر. كنعتذر على التصوير ولكن راه حيت يدي بوحدي كنصور وكنخدم راه الله يحسن العوان. كيف كتشوفوا هنايا غادي ندير جوج معالق ديال السكر سنيده، وغادي نضيف جوج ديال الفلون ديال الفاني كيف كتشوفوا معايا، وغادي نضيف النشا حتى هي باش كيجينا داك الفلون واقف، لان غنديرو في المول باش ما كيكونش لينا تنديرو بحساب باش ما يتخسرش لينا. صافي درت جوج معالق ديال النشا وغادي ندير جوج ساشيات ديال الفلون ديال الفاني. بعد ما بردات لي الطبقه الاولى كيف كتشوفوا، من بعد ما قصح لي الفلون ديالي يعني من بعد ما غلا وهذا الاخر حتى هو ديال الفاني صبيته فوق من هذا، وغادي نغطيه بالسلوفان ونعاود نرجعوه للثلاجه حتى تيبرد. تيطلب معنا من 4 حتى 5 حتى 6 سوايع، يعني ابتداء من 4 سوايع درتو في الثلاجه. وهنا البنات الكوتي ديالي اللي وجدته هو هذا كامل كيف كتشوفوا معايا. هاد الحليوات صايبتهم حتى هما حتى لاخر لحظه ديال السيليكون، يعني فيهم لا فران لا والو. هاد الكيك ديال مول العجيب حتى هو صايبت واحد المليويات كنت نصيباهم من قبل جبتهم سخنتهم. وبالنسبه للبريوش راه هادوك هما الشكيلات اللي صايبت، وصايبت لي ميني كيك ولي كوب كيك يعني من عجين واحد. وكيف كتشوفوا معايا هنا تنسخن في الملو تنوجد في الكوتي
كيف قلت لكم انا ما بغيت نجيب حتى شي حاجه من برا، يعني كنحرص على انني نصيب كلشي في الدار. بالنسبه للشهده حتى هي راه جات رائعه، خصوصا معمره بداك الشكيلطات، كتهزي وحده كتلقيها عامره بالشكلاط. وهنا البنات كنوجد في اتاي في الكوزينه عاد باش غنزل داكشي على الطابله. كان هذا هو الكوتي ديالي. كيف كتشوفوا صراحه البريوش جا خطير وجا قطني ورطب، ولكن كيف قلت لكم تيبغي الوقت ديال الخميره، يعني كيبغي العجينه تعطيها الوقت. بالنسبه لهاد لي باغيط هادو راه كنت عمرتهم كيف قلت لكم كريم باتيسير ومعاه الشوكولاط وبودره الكاكاو، وزينتهم هكا بلوز ايفيلي قبل ما يطيبوا. من بعد زينتهم بواحد الرشيشه ديال السكر ثقيل وشويه ديال الخطوط ديال الكراميل وديال الشوكولاط من الفوق، تيجي منيضر زوين. هنا غنشارك معكم الكادوات اللي جابت لي السيده، ما جاتش بيديها خاوين صراحه، جابت لي بلاطو ديال حلوه اللوز، كنشكرها بزاف صراحه. ما كانش عليها تمحن راسها، كبرات بيا الله يكبر بها، جابت شويه ديال البتيبان وجابت هاد الحليوات هادو، كنبغي نشكرها بزاف بزاف صراحه. صراحه وصافي. هنايا البنات من بعد ما شاركت معكم شنو جابت لي هاد السيده هذه اللي من العائله، كنشكرها بزاف. وهنايا من بعد ما درنا الكوتي وهذا، بما انني كنت موجده العشاء وكنت مبريباريه كلشي، صالاد صيبتها وغطيتها درتها في الثلاجه، القطبان حتى هما مشرملين والكوتليط غطيتهم درتهم في الثلاجه، يعني كلشي موجود. كنت صيبت واحد شويه ديال الزعلوك بالدنجال مشوي وفلفله مشويه، يعني كلشي عندي مبريبارين. بعد ما درنا الكوتي قلت لهم يلا نخرجوا شويه، بما ان كاين حدايا شاطئ سيدي رحال وكاين فيه المعرض وفيه اجواء زوينه. خرجنا وليداتها ووليداتي مشاو لعبوا شويه وضربات دويره في هذا المعرض هذا زوين صراحه. بالنسبه للناس اللي قراب ليهم سيدي رحال ولا هذا يجيو ليه صراحه، هذا المعرض فيه كلشي زوين وعامر تبارك الله، راه عمرات الدنيا دابا مع الصيف وهذا. صافي ومن بعد رجعنا للدار، يعني كان كلشي موجود، غير شعلنا الفاخر وشوينا وكان الصالاد كلشي كاين موجود. صيبت هاد الشليضه هذه حتى هي كنت منقيه المطيشه، منقيه الخيار، منقيه كلشي وديرها في الثلاجه، غير جيت قطعتها وسخنت داك شويه ديال الزعلوك وشوينا وهذا، وكانت عشيه زوينه ودازت ليله زوينه صراحه. شحال ما كناش شاوفني لانها مسكينه في الغربه، وكنشكرها بزاف، جات زارتني وكبرات بيا، كنشكرها بزاف. هنا البنات الفلون اللي كنت شاركت معكم درتو كديسير من بعد العشاء، وهنا كنت موجده كلاص كنت بغيتها تبقى تغدى معنا لغد ليه، ويعني مشات ما بغاتش تجلس للغدا، وحطيتو ليهم ورا الفطور. من بعد ما فطرنا وهذا راكم عارفين مع الصهد بردنا به، غادي نشاركو معكم فيديو قادم ان شاء الله. مهم كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف، وكنتمنىكم من كل قلبي ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو، لان التفاعل نقص عندي بزاف في القناه. وشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على تعليقاتكم الزوينه. كنبغي نشكر كل شيء، كنبغي نشكر الناس القدام والجداد اللي دخلوا القناه ديالي. وكيف قلت لكم نتمنى تبارطاجيو الفيديو ديالي مع العائله.